طب يا رجاله احنا معانا النهارده مفاجاه حلوه في السلاكه. يا ترى في انهي عين من العيون دي؟ فزر كده تفتكر فين في العيون دي ولا في العيون دي؟ معانا مفاجاه جميله. تفتكر هنا؟ لا مش هنا. تفتكر هنا؟ برضه مش هنا. المفاجاه بتاعتنا يا رجاله ان الحمد لله الاصل اليمنيات بتوعنا طلعوا فوق في السلاكه الحمد لله. النتايه تقريبا يعني اللي حصل معاها ده كان بسبب تغيير المكان. تخيل الجو زي ما انت شايف كده يا اخويا. الحمامتين ما شاء الله حصلوا النتايه دي اول شغل، وان شاء الله باذن الله هقول لك انا عملت معاه ايه. طب يا رجاله الفيديو اللي فات بتاع يوسف صبحي اللي قبله كنا جايبين حمامتين جداد وهم الاصل اليمنيات. تمام كده. الاصل اليمنيات اول ما طلعتهم لقيت النتايه عامله لي كده بعد ما قعدت 5 ايام في السلاكه. طبعا انا عملت الغلطه دي لان ما كانش عندي مكان. قلت لك يا صديقي ان دي غلطه انا عملتها وانا معترف بيها. كان لازم اتصرف واطلع الحمامتين دول بسرعه واسرع وقت من السلاكه وابدا الاجراءات بتاعتي. وكانت الاجراءات كالتالي: اول حاجه عملتها خدت الحمامتين عزلتهم صرفت لهم في مكان عزل. تاني حاجه عملتها للحمامتين ان انا ابتديت اركز معاهم شويتين، لان في الغالب يا صديقي الحماميه دي لو داخل عليها دور روشه او هزه هتبدا تسهل تشرب ميه كتير، ودي من علامات دخول الدور على. بعد ما ركزنا مع الحمامتين والزبل بتاعهم لان احنا كنا دخلناهم على طول، ابتدينا نعمل وقائي او نشتغل وقائي في السلاكه عندنا. عملنا ايه؟ ابتدينا جبنا فيركون اس مستورد عشان خاطر المصري ناس كتير واخرهم ابو يونس كان مجربه، والفيركون اس المصري مش احسن حاجه. مش هقول لك مش شغال مش فعال، بس مش احسن حاجه وناس كتير اشتكت منه. ابتدينا نشتغل باي حاجه فيها مضاد فيروسات. كلور ماشي، بيتادين ماشي، اللهم صل على النبي، ديتول ماشي. كل الكلام ده اشتغلنا 5 ايام في السلاكه على هذا الوضع. الحمام بتاعنا ابتدينا نحط له في الميه رفع مناعه باسرع وقت. رفع مناعه زي ما اشتغلنا صديقي رفع المناعه الفيروسي. ابتدينا ان احنا نرجع بقى نظبط الدنيا وعينينا في السلاكه لان الموضوع كان خطر جدا. وانا من النوع اللي بقلق جدا على الحمامتين لاني محافظ عليهم الحمد لله. فدي يعني كانت عمليات 3-4 ايام كده حالتي مش متظبطه. بعد كده الحمام ابتدى يبقى مفيش مشكله ومفيش اي مشكله في السلاكه، فاحنا اشتغلنا رجعنا نشتغل عادي. اشتغلت 5 ايام رافع مناعه فيروسي امتيترون، وبعد كده وقفت يومين وابتديت اشتغل يومين او 3 ايام مش فاكر. اللهم صل على النبي. ده اللي احنا اشتغلنا بيه مع حمامتين، والحمامتين راقدين اهم زي ما انت شايف الدكر راقد، وحمامتين مخصبين والدنيا تمام. ابتدينا ندخلهم لان احنا جالنا حمام جديد ان شاء الله هنعرضه الفيديو اللي جاي. فابتدينا نطلع من العزل وبعد كده نحط الحمام الجديد في العزل. عندنا حاجات كتير حلوه واولها الحمامتين دول. الحمامتين دول اللهم صل على النبي قص كريزليات. الحماميه دي تحتيها بدايه الحمام الغزار معايا. تمام كده. الحمد لله خدنا عيش اخير من القص السكرتات، والحمد لله العيش الحمد لله سليم على الاقل في حصوايه. فدي بدايه خير وبدايه وبشرة حلوه لينا في السلاكه. طبعا يا رجاله ده القص اللهم صل على النبي اللي احنا خدنا منه اول عيش عمران من الحمام الغزار بتاعنا. شكرا يا رجوله على اللي انت عملته معانا. عندنا ايه؟ عندنا هنا رجاله لازم نتكلم عن الحمامتين دول. الحمامتين دول احنا كنا عارضينهم للبيت. الحمامتين اتباعوا صاحبهم ان شاء الله يجي ياخدهم يوم الحد. الزغلولتين دول والزغلولتين اللي هنا اهو دول اللهم صل على النبي. ده واحد منهم واخوه اللي بعديه على طول. اما الزغلولتين اللي ورا فدول اللي يلزموني. دول ان شاء الله قاعدين هنربيهم لينا وربنا يكرمنا في اللي جاي. اسلام عمال تقول لي في حاجات حلوه جديده في حاجات حلوه جديده. في خير كتير الحمد لله، وده فضل ونعمه بعد اجتهادك الشخصي. تفرح لما تشوف تعبك وشقاك او التعب اللي انت بتتعبه مع الحمام ابتدى يجيب يعني ثماره، او ابتديت تجني ثمار التعب اللي انت بتعمله
او الاجتهاد اللي انت بتجتهده مع الحمامتين. وتعالى اقول لك اول حاجه واحلى حاجه حصلت في السلاكه من فتره رجاله. اول حاجه حصلت، بص، انا كده كده في فتره اللهم صل على النبي، في فتره الليبه اللي هي الفتره دي، بسم الله الرحمن الرحيم، فتره الليبه اللي هي الفتره دي انا بمشي بعلف. في ناس كتير عندها مشكله مع العلف، وتقول لك لا العلف لا او غلط وبيعمل مشاكل للحمام وي 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 وي. بس انا مجربه شغال بيه، طالما بتشتغل بيه معاه مضاد فيروسات فان شاء الله باذن الله مش هيحصل عندك اي مشاكل. دول عش حماريات، اخوات العش اللي هناك دول اللي اهاليهم القص دول. تمام كده يا صديقي، يبقى احنا كده دي حاجه حلوه حصلت والحمد لله، ربنا يبارك. وان شاء الله باذن الله لسه في حاجات كتير حلوه هتشوفها معانا. حاجه حصلت معانا في السلاكه وحاجه بسطاني، ان القص دول دي النتايه دي اخت مارادونا يا رجاله، اللي عيالها او زغللها الزغلولتين اللي انا لسه موريهم لك، اللي هم هيتباعوا ان شاء الله او اللي هيخرجوا مع الزغلولتين الحماريات. تمام كده، الذكر ده اثبت كفاءه عندنا، واحنا هنفرخه ان شاء الله الفتره اللي جايه، نوقف منه زغلولتين حلوين. بص، زي ما قلت لك كده احنا بنشتغل واحده واحده وبنجني مسمار شغلنا واحده واحده. القص دول برضو ما شاء الله حصوا في نفس اليوم مع القص التاني الزاجل. تمام كده، القص دول اخر عش روقوا. انا اصلا ملاقي القص دول والقص اللي هم الذكر بتاع الدكتور محمود ده انا ملاقيهم عشان الخضر. فاحنا كده عندنا المفروض مستنيين حصوايه من القص الخضر. تعال نشوف كده من الجنب. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انت شايف كده الطاجن لسه فاضي. تمام كده، يبقى لسه النتايه مش مجهزه حصى. الله اعلم، احنا بنبص عليها كده نشوف الدنيا ماشيه معاها ايه او واصله معاها لحد فين، وربنا يكرم ان شاء الله باذن الله وناخد عيش حلو امور من المعلم. عشان انا تعبت والله العظيم، تعبت منك. انجز براحتك. عندنا ايه تاني حلو وربنا لسه لو انتي عملتيها تبقى 10/10. اللهم صل على النبي، الله اكبر. كده 3 أسوس محصيين في نفس الوقت. ده مارادونا وانتهيته. المفروض ان انت عشان تحافظ على عنقود البيض مع الحمامايه وما ترميش حصوايه واحده او ترمي لك حصوايه بريشت، المفروض ان انت ربع 3DF من اول ما الحمامايه تبدا ترمي اول حصوايه لحد ما الحمامايه تخلص رمي حصى وترقد. يعني ممكن تديها قرص. سامع كده اليمني؟ اسمع. تمام كده، تديها قرص من اول ما تحصي اول حصوايه على مدار 4 ايام عشان تحافظ على جاهزيه النتايه وما تهلكش النتايه. تمام كده، عندنا ما شاء الله. بص، هما لسه هنا، انا بس مش عايز ارجع لك تاني لمنات، بس هما لسه هنا ايه رعنين عشان انا نقلتهم بعد ما النتايه حصت اول حصوايه. ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا ونقدر نفرخهم، مش مستعجلين عليهم. حمتين لسه جداد في المكان ولسه شغالين معاهم. ايه حلو تاني يا عم اسلام؟ ابو كنده جميل، صلي على اللي يشفع فيك، صلي على سيدنا محمد. اعمل لايك بقى يا اسطى واعمل اشتراك في القناه. دول برضو زغلولتين. اللي انا عايز اقوله لك ان انا مقصر مع الحمام ومفيش ظبط مواعيد للكل. فالفترة اللي جايه ان شاء الله باذن الله هنظبط المواعيد دي وهنشتغل مع الحامتين صح زي ما كنا شغالين. تمام كده، ارجع يا باشا، اقفل يا باشا. عندك ايه تاني يا عم اسلام تاني حلو؟ عندك ايه تاني؟ عندك حاجة هنا حلوة برضه. اللهم صل على النبي. بص، الله اكبر. دول تحتيهم زغلول ابن مارادونا. تمام كده، زغلول واحد. انا القص ده عايز اعمل منه اللي هو مارادونا وانتهيته، بيجيبوا الوان فواتح وانا بحب الفواتح، فعايزين نشتغل عليهم ونجيب
اقصى درجة في اللون الفاتح ليهم. لو عرفنا نجيب منهم بارلس من غير بارات خالص تبقى حاجة حلوة، ونبدأ نشتغل على اللون ده ونطوره، لان الفترة اللي جاية عايزين نشتغل على الالوان ونطلع الوان جديدة، ونطلع الوان مترقعة كده في الذاكر. تمام كده. القص دول احنا فطمنا عيالهم، دول اللي كانوا محضنين العش بتاع مارادونا اللي فات اللي فيه القشقية، وان شاء الله باذن الله يحصلني دي بس ايه بتاخر حصى شويه، فانا بسيبهم براحتهم. والله جابوا حصويتين ليهم بسيبهم بيطلعوا زغلتين كويسين حصوا، وعايز احضن تحتيهم حاجه بحضن. ما شاء الله عليهم حمامتين حنينين. تمام كده. في حاجه اخيره بالنسبه للزغاليل، هنا في زغلول فاكك زي ما انت شايف كده، وفي زغلول لسه في البيضه انا فتحت عليه، لانه من امبارح انا مديله سنه كده وهو لسه ما خرجش النهارده، فجيت اديته ايه تكمله وسبته، فتحت له الحصويه خالص وسبته هو يخرج ويخلص نفسه عشان الخلاص بتاعه او اخر حته في الزغلول تنشف وتقع، وبعد كده القص يبداوا يهتموا بيه. تعال اوريك حاجه بقى، كلمه عند القص السكروته ده، ان احنا ما شاء الله. بص الدكر ده يمكن انت اول مره تشوفه معايا، وان شاء الله رجاله انا مش هخبي عنكم حاجه تاني. انا كل اللي انا طالبه منك تعمل لايك، تعمل اشتراك في القناه، وتبقى يعني تبارك لحاجه غيرك عشان ربنا يكرمنا واقدر ان احنا نطور، نبدا نشتغل ونبدا نجيب حمام تاني. بالنسبه للسكرتات والخضر تمام كده، دول اللي احنا نربيهم في الغزار. اما الزينه فاحنا ان شاء الله ربنا يكرمنا يبقى عندنا ربشات الفتره اللي جايه مستوى اوروبي، مستوى محترم، وحاجه احنا نقدر نطور بيها. الدكر ده قصته قصه هحكيها لك الفيديو مش اللي جاي، عشان الفيديو اللي جاي بتاع الحمام الجديد هحكي لك الفيديو اللي بعده واقول لك حصل معايا ايه وليه انا عملت في الدكر كده. تمام كده. يبقى احنا هنا كده بصينا على كل حاجه، ناقص بس قص واحد نبص عليه. النتاية دي احنا كنا شغالين معاه، بص وش النتاية، اما دي انا خدت منها زغلول واحد، بص قلعت من فوق خالص. تمام. فاحنا شغالين معاه اوميجا 3، والدنيا ان شاء الله بتاعتها تظبط جدا الفترة اللي جاية ان شاء الله باذن الله. يعني انا عايز اعمل منهم حبة حلوين لانهم كويسين في الزق، حمامتين محترمين، فرخ راجل محترم، فاحنا بنشكره. تمام كده. بس القص دول انتوا حسيتوا ولا ايه؟ لا لسه برضو النتاية دي ان شاء الله تحصل على حصل، ربنا يكرم كده ويبارك ان شاء الله ناخد منها زغلتين محترمين. انا وريتك كل حاجه في السلاكه، فيديو خفيف، فيديو فيه حاجات كتير تفرح. لو وصلت معانا هنا اعمل لايك واشتراك في القناه، عايز كومنت حلو، دعوه حلوه من قلبك، واكتب لي اي حاجه عايز تزودها. والفيديوهات اللي جايه ان شاء الله فيها شغل جامد، وان شاء الله باذن الله تعجبكم. بحاول نوصل معلومه اللي موجوده عندنا نقدر نفيد بيها الناس زي ما هي فايدانا في مكاننا. كان معاكم اخوكم اسلام ابو كنده من مكانكم من سلكتكم. سلام يا رجاله.